برضو لو حابة تحط على البطاريخ تمام. اهو. طبعا الرنجة مطلوبة في كل حاجة اهو. يا رب يكون الفيديو بتاعنا عجبكم، واشوفكم على الف خير في فيديو جديد. وطبعا انا عايزة بس قبل ما اختم بس اقول لكم اهو، شفتوا السندوتشات بتاعتنا اللي هي بالرنجة، عملتها زي الكريب اهو. ودي الفتة بالمعلقة بتاعتها طبعا بتتاكل اهي، الفتة اللي انا عاملاها معاكم. ودي رنجة ديت 1.5. احنا عملنا من 4 وحدات من الرنجة، عملنا 4. شفتوا عملنا الكمية دي كلها اهو. وادي البيض الاحمر، وادي البيض الاصفر، وادي اللي معانا بقى عيش بلدي اهوت. طبعا احنا هنقطعه بقى اهو، هنقطعه ايه وهناكل بيه. خليه كده على جنب. معانا بصل اخضر، معانا خس اهوت. ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، وحشوني. احنا النهارده معانا رنجه كبيره اهيت، ومعانا رنجه صغيره، معانا 4. طبعا انتوا عارفين ان احنا كلنا رنجه في العيد، فمش حابين نكتر يعني في شم النسيم، بس احنا قلنا مش ننسى شم النسيم معاكم يعني. معايا الرنجه ديت بقى البطاريخ بتاعتها الطريه. الرنجه دي انا قلت لمحمد انا عايزاها، فعشان البطاريخ بتاعتها الجامده اللي هي الصغيره دي. فتعالوا بقى نشوف احنا هنعمل ايه. هنعمل شويه سلطات، هنعمل رنجه هنفتحها ونعمل عليها ليمون. هنشوف الطريقه مع بعض. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه. وهو يا جماعه قلنا بقى ايه، نعمل بيض. معانا حدنا زعتران كده، فقلنا ايه نحطه على البيض. نحط من الاصفر على البيض. عندنا زعفران برضو ابقى احمر، هنحط منه. احنا معانا 10 بيضات، احنا 5، فكل واحد هياخد 2. قلنا نعمل بقى الالوان دي معاكم كده. نحط بقى البيض الاول اهو يتسلق. شفتوا اللون؟ شفتوا اللون يا جماعه؟ جميل. والاحمر اهوت. عايزين نعمل شويه تشكيلات كده للولاد يفرحوا وفعلا يحسوا بالربيع اللي احنا فيه كده. وهي يا جماعه ما انا معايا الاثنين الكبار دول انا هفتحهم، مش هسيحهم. انا بطلع بس الماده الميكروبات منهم، بس انا مش هفتحهم. انا بسيحهم بس كده، اللي هما ايه ياخدوا لهم صدمه كده الاول في الطاسه بتاعتي دي. لازم تشوفوا طاسه تكون غامقه زي اللي انا شايفاها دي، عشان يعني ايه بتبقى افضل يعني اهو. شفتوا انا حتى بقلبها على طول اهيت بقلبها. طبعا اللي انا هاخد برضو منهم البطاريخ الطريه، هعمل منهم برضو سلطه، او هحطهم ايه في طبق كده على جنب اهو. وهو يا جماعه وادينا حطيت الاثنين اللي هما الجامدين بتوع البطاريخ، اللي هي ايه الناشفه شويه مش الطريه اهو. طبعا انا هسيبهم شويه كده لحد ما الجلد ده، طبعا هما جلدهم اساسا تخين عن التاني، تخين عن اللي هو ببطر، بس انا هسيبه عشان لما اجي اشيله بسهوله كده يتشال معايا اهو. هي بدات اساسا الجلد بتاعها يتشال اهو. تعالوا بقى نشوف احنا هنعمل ايه في دوكهم. وهو يا جماعه انا بفرد معاكم الرنجايه الكبيره اهي. طبعا احنا بنحوش ديت اهي، وبنحوش البطاريخ اللي فيها اللي جوه اهي. هنحتاجها برضو انا عايزاها اهي. هعمل بقى حاجه تانية دي، بس كده مش متاحه فانا هرميها. عشان بس السلسله بتاعتها جامده كده شويه كده اتفتحت. طبعا احنا معانا كميه من الليمون كتيره يعني كده. الرنجيه بتاعتنا اتفتحت. هنجيب بقى ليمون. وهو يا جماعه وقد البطاريخ بتاعتي الرنجه بتاعتي اتقشرت كده اهي. هنقلها بقى في الطبق ده، وتعالوا بقى نشوف احنا هنعمل فيها ايه. اهو يا جماعه شفتوا البطاريخ بتاعتها؟ شفتوا هي اساسا مفتوحه خالص ازاي لوحدها اهي. شفتوا البطاريخ الجامده دي؟ احنا هناخدها زي ما انا قلت لكم، احنا هناخدها محتاجينها اهي. كل حاجه في الرنجه احنا بنحتاجها. طبعا احنا ما بنحبش الفسيخ عشان ما حدش بس يقول لنا ايه
انتوا مش جايبين فسيخ ليه؟ احنا ما بنحبوش صراحة يعني. شفتوا بقى؟ انت بتحشي بقى دي كده اهوت، وبتحشي منها السفة بتاعها ده اللي هو ده، بتحشي منها بالراحة كده، وبتحشي الرنجة بتمصريها كده. شفتوا الجلد؟ شفتوا الجلد بتاعها بينزل بسهولة ازاي اهوت؟ شفتوا اهو. بنحط بقى احنا السفة بتاعها ده اهو اهوت. هنعمل بقى عشان نعمل بقى السلطة بتاعت السمك بتاعت الرنجة بتاعتنا اهي. معانا نص بصلاية هنعملها كده اهي، اهي بنقطعها كده كويس، بننعمها يعني. حاولي تنعمي على قد ما انت قادرة عشان مش تبقى كبيرة كده وضخمة في السلطة اهي. معانا برضو خيارة هناخد نصها بس. اهو طبعا انا هصغر لسه الخيار بتاعي. الخيار بتاعي كده كبير، فانا هصغره عن كده عشان انا مش حابة ان انا ابشره يعني. لو اتقطع قطع صغيرة افضل لي انا. معانا برضو طماطمايه، انا بس بوريكم من كل ايه واحدة حاجة كده اهي. وهنعمل ده كله سلطة وهرجع لكم. وهو يا جماعة ناخد بقى السلطة بتاعتنا كده اهي. دي اول طبق سلطة هنعمله معاكم بالرنج اهو. شوية هاخدهم اهو. ما تقلقوش بقى من الخيار عشان احنا هنحط ليمون، هنحط ليمون كتير اهو اهوت. هنحط ليمون كتير على الطبق بتاعنا ده. اللي اي حاجة فيها خيار وطماطم وكده هنحط عليها ايه ليمون كتير. معايا ليمونة هعصرها اهي اهو. عملت واحدة ولسه التانية. ده كده معانا اول طبق. تعالوا بقى نشوف الباقي. وهو يا جماعة هنعمل برضو بصل حلقات كده اهوت، برضو بالرنجة والفلفل الالوان. يعني انا حابة ان انا اعمل معاكم تشكيلات كده ان شاء الله يا رب تعجبكم يعني باذن الله. حاجات بسيطة وسهلة ومش هتتكلف كتير. اهو البصل بتاعنا، معانا فلفل الوان احمر. دي بقى هيبقى حلقات كده زي ما انتم شايفين كده. وهو يا جماعة شفتوا برضو قطع الرنجة اللي انا هحطها زي دي كده، يعني ايه كبيرة كده زي قطع الشرايح بتاعة البصل والفلفل الالوان اهو اهوت اهو. وكده برضو الطبق ده يبقى جاهز معانا. ومعانا يا جماعة كزبرة اهيت. انا ما عنديش شبت الصراحة، مش متوفر عندي دلوقتي. معايا علبة زبادي اهوت اهو. علبة الزبادي دي كده. معايا مايونيز هنزل بيها اهوت يا جماعة. بنزل منه اهوت
اهو اهو. هنخلي ده للاخر، هنشوف احنا بقى هنعمل معاه ايه مع بعض كده. اهو يا جماعه شويه كمون كده على الطبق بتاعنا اللي هو ايه الاولاني اللي كان بالسلطه بالطماطم بالخيار، شويه كمون كده بس صغيرين كده. اهو يا جماعه بحط كده بقى شويه من الزبادي والنيلوز اللي انا عاملاه اهو في الرغيف بتاعي بس كده من تحت. هعمل معاكم حاجه بقى كده بسيطه اهو. وهنحط برضو رنجه عليه، وهنمسك الرغيف بتاعنا نتنيه كده اهو، وهعمله كده. هعمل كمان اتنين معايا. وهو يا جماعة بحط برضو نفس الحكاية على الرغيف التاني اهو. معايا خس اهو، ومعايا برضو رنجة اهي، وهنتنيه برضو كده، وبرضو هنعمله كده اهو. انا طبعا بس خدت حتة من رغيف تاني علشان بس ايه عايزة اكبر الرغيف بتاعي شوية. وهو برضو باخد برضو من معجون الزبادي والمينيدوز اهو. ومعايا بقى الخس برضو، السندوتش ده هيبقى ايه زيادة شوية عندكم. ومعايا جزر، هحط برضو جزر اهوت فيه، وهحط رنجة برضو اهو. واحنا كده عملنا 3 من السندوتشات بتاعتنا بالرنجة والزبادي والمليون. ولادي بقى بيقولوا لي انت مش عارفة تقولي يا ماما، قلت مش مشكلة مش مهم. وبنتني كده وبنعمل الرغيف بتاعنا كده شوفوا اهو 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 اهو. تعالوا بقى نسويه. وهو يا جماعة يعني دايما نحط الرغيف بتاعنا كده اهو كده، برضو مكان الرنجة عشان يبقى ايه كله طعم الرنجة كده. البيض بتاعي شوفوا استوى، هات هنا شفتوا اللون، اللون الاصفر شو جميل ازاي، واللون الاحمر جميل خالص. هجيب بقية السندوتشات اهوت اهو، وهسيبهم كده بقى ايه يستوي لهم شويه كده، يعني ياخدوا ايه حاجات بسيطه خالص وبنقلبهم. قلبتهم اهوت، ريحتهم جميله جدا بريحه الرنجه بالظبط. وهو يا جماعه بعد ما طلعنا السندوتشات بتاعتنا اهي بتقوم قطعاها كده، شفتوا يا جماعه الجمال. حاجات سهله وبسيطه اهوت اهو. وبنقوم بقى حاطين خس كده تحته، او ممكن مش يبقى كتير قوي كده يعني زي ما هي راحت، يعني حاجات بسيطه. يارا بس بتحب الحاجات دي تبقى كتيره يعني. كريمه كريمه يا اهو. عايزاكم بقى تقولوا لي ايه رايكم. ومعانا رغيفين من العيش الشامي، هقطعهم كده وهعملهم ايه فته، يعني انا هعمل فته بالرنجه والزبادي اهو. رغيفين بس من من العيش اللي هو الشام اهو، وتقطعيهم وتنزلي بيهم كده برضو في الطاسه مكان الرنج اهو، عشان كله يبقى مديكي طعم الرنج، كله يديكي طعم الرنج اكنك بتاكلي كل حاجه يكون فيها طعم الرنج، حتى العيش اللي انت بتحمريه اهو. اهو يا جماعه
العيش بتاعنا اتحمر كده اهوت وبقى تمام. انا هطلعه بقى واهو يا جماعه، واحط الرنجه بتاعتي على الفته اهيت، قطع برضو كده اهي، زي الفته كده اهيت اهو. وهي يا جماعه بقى بنزل برضو بالزبادي اهي، بقلبها كده مع الفتة. وهتبقى معانا بقى سلطة رنجة بالزبادي بالميلوز، جميلة جدا وحلوة طعمها يجنن. طبعا لو في الفيديو بتسمعوا صوت، دي صوت ياسين انتوا عارفين يعني. اهو وكده الطبق ده خلص معانا. معلش يا جماعة نسيت بس احط شوية بابريكا مدخنة اهو على الوش كده. ومعايا اهو يا جماعة نص بصلاية برضو صغيرة كده اهي، بنزل بها برضو بالقطعة دي كده اهي، الزبادي والميلوز اهو. ومعايا برضو ربع طماطمايه اهو، واقطعها قطع صغيره كده معاكم اهيت. والبطاريخ بقى اللي هي الناشفه انا هعملها اقطعها عليه. ومعايا البطاريخ اللي هي اهي، اللي هي الناشفه، هنمسكها كده بالمقص اهيت، وهنقطعها كده اهي، وهنقلبها بقى في البصل بتاعنا والطماطم. ومعانا اهو بقى يا جماعه الطحينه اهيت، بننزل بقى على الطبق اللي هو الرنجه بالسلطه اهو. برضو لو حابه تحط على البطاريخ تمام اهو. طبعا الرنجه مطلوبه في كل حاجه اهو. يا رب يكون الفيديو بتاعنا عجبكم، واشوفكم على الف خير في فيديو جديد. وطبعا انا عايزه بس قبل ما اختم بس اقول لكم اهو، شفتوا السندوتشات بتاعتنا اللي هي بالرنجه، عملتها زي الكريب اهو. ودي الفته بالمعلقه بتاعتها طبعا بتتاكل اهي، الفته اللي انا عاملاها معاكم. ودي رنجه ديت 1.5. احنا عملنا من 4 وحدات من الرنجه، عملنا 4. شفت عملنا الكميه دي كلها اهو. وادي البيض الاحمر وادي البيض الاصفر، وادي اللي معانا بقى عيش بلدي اهوت. طبعا احنا هنقطعه بقى اهو، هنقطعه ايه وهناكل بيه. خليه كده على جنب. معانا بصل اخضر، معانا خس اهوت. يا رب يكون الفيديو بتاعنا عجبكم، واشوفكم على الف خير في فيديو جديد. ولو اول مره بتشوفونا، انا اسمي نجوى ابراهيم. مش تنسوا بقى تصلوا على النبي عليه الصلاه والسلام، مش تنسوا تعملوا لايك واشتراك في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد، وتقولوا لي ايه رايكم. اشوفكم على الف خير، مع الف سلامه، باي باي.